تقيم اداء اللاعبين في مباراه اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا اعتقد الجميع يعني شاهد المباراه وبتقييم خلينا نقول عليه مستقل بدون ارهاصات، اعتقد ينطي حق المنتخب العراقي انه قدم مباراه جيده. يعني رغم انه في بعض الاحيان الفريق الاسترالي يفرض نفسه، هاي حاله جدا طبيعيه، لا يمكن ان تستحوذ على كل دقائق المباراه مع اي فريق بالمناسبه. فلا اعتقد ان فريقنا قدم مباراه جيده، والدليل على ذلك انه فريقنا جيد واستطاع انه يعود. يعني تعرف الفريق اللي يخسر يصير عليه ضغوطات كثيره واحنا نحتاج الفوز، فاعتقد عودته بالشوط الثاني تحسب للاعبين. فالحمد لله انا اعتقد انه الاداء جيد، لكنه لحد الان لم يحالفنا الحظ، ولا زالت هناك اخطاء الحكام تلقي بظلالها على منتخبنا الوطني. اتمنى المباراه السعوديه يكون ادائنا افضل. يعني تعرف الفرق العراقيه عندما تستمر مع بعض يكون الانسجام على جيد، الجانب البدني يكون شبه متكامل، وعلينا ان نخرج اللاعبين من هذه الاجواء وندخلهم باجواء السعوديه. اتمنى طبعا الفوز حتى نبقى في دائره المنافسه ان شاء الله. الشوط الجو وارضيه الملعب اي طبعا حقيقه، رغم انا ما اتعكز على هاي الامور اكون صريح معك، لكن بعض الاجواء تناسب بعض المنتخبات. يعني مثلا المنتخب الاسترالي نوعيه لاعبين يلعبون في اوروبا فمتعودين يلعبون، حتى معانا مع استراليا يعني المي كان كثير جدا لانهم متعودين يلعبون تحت الجو الممطر والكره تكون سريعه، المهاره تختلف طبعا، فاعتقد الجو ساعدهم نوعا ما. لكن اعتقد انه احنا فريقنا تغلب على كل هذه الظروف واستطاع انه يعود، لكنه ما توفقنا ان نحقق طبعا الفوز رغم اجتنا تقريبا على مدار الشوطين 8 فرص خلينا نقول شبه حقيقيه. الشوط الثاني بعد اشراك حمادي لعبت بمهاجمين كان افضل. هو شوف العفو اولا يعني هذه الجوانب الفنيه في بعض الاحيان يعني يدخلون بها اخوان غير مختصين، وهذا طبعا انا وجهه نظري مثل ما انا ما ادخل في انت المباراه يجب ان تقسمها، لا يمكن ان تلعب 90 مباراه 90 دقيقه انت مفتوح. احنا لو بادين بمهاجمين اثنين ممكن نفقد المباراه كلها ونخسر في وقت مبكر. المباراه تقسمها، يعني انت تقسم مباراه الشوط الاول، الثلث الاول، الشوط الثاني، لكن سبحان الله احنا الشوط الاول ما اسعفنا لان نجي علينا هدف، كان المباراه الشوط الثاني كان المباراه تختلف. يجب ان تضع اوراق بيدك، اوراق سواء دفاعيه او اوراق هجوميه، والدليل على ذلك ان اللاعبين اللي نزلوا عملوا اضافه، وهذا شيء طيب طبعا. واعتقد من خلال التحليل لبطولات على مستوى جدا عالي البدلاء هم الذين غيروا نتائج المباريات، فاعتقد هذه ليست يعني هي مثلبه على اللاعب البديل او على الكادر التدريبي. فاعتقد تقسيم المباراه هذا واجب ومهم جدا، لا يمكن ان تلعب المباراه يعني مفتوحه ولا يمكن تلعب المباراه مغلقه. فالمهم تبقى هي وجهات نظر محترمه من الجميع، واعتقد فرق بين الحقيقه والخيال، فرق بين الجانب العملي والجانب النظري، وفرق بين التحليل والتدريب. شكرا.